تحت شعار طوبى لمن يخدم معتمرا. نستقبل الضيف في الملتقى العمرة العراقي الثاني في معرض بغداد، سلطان إبراهيم الكبيسي، شركة ميزاب الفندقية، مدير التسويق والحجوزات. حضرتك أستاذ، أهلا وسهلا بك في ملتقى العمرة العراقي الثاني، واهلا وسهلا بكل الوافدين من السعوديه. الله يسعدك. شلون شفت الملتقى انت؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اول شيء والله اشكر جميع القائمين على هذا الملتقى من اداره وتنفيذ وجميع الطواقم وطاقم الاعلام ايضا. يعني كان والله جهود جباره، جهود يعني. هذه اول مشاركتك في الملتقى؟ نعم، هذه اول مشاركه لشركه ميزاب الفندقيه في الدوله الشقيقه دوله العراق. يعني هذه أول مشاركة لها في دولة العراق. نعم. نعم. وكانت الأمور هنا تدار بشكل جيد؟ جبارة ما شاء الله تبارك الرحمن، من تعاون، من خدمات، يعني من تساهيل، يعني أمور يعني. أنا نعم. جدا يعني فخور بهذا الملتقى، بحيث أنه يعني أنا أفخر لو أرجع هناك في مكة المكرمة. والله من الإنجازات اللي أنا أقدر أقول عنها أنه ميزاب شاركت في معرض بغداد الدولي. كل التوفيق ان شاء الله لك. ما هو سبب مشاركتك بالملتقى؟ والله يعني يستهدف انه تكون يعني الدولة الشقيقة دولة العراق هي يعني اول من يسكنون في فنادق ميزاب. هنا فيعني نتمنى ان تكون شركات والبعثات العراقية هي يعني ميزاب هي مأوى لهم ويعني سكن وراحة لهم في مكة المكرمة، وهي ميزاب تكون هي نقطة بداية استقبال وتوديع لهذا الحاج والمعتمر العراقي. ما هي التسهيلات التي تقدموها للمعتمرين والحجاج؟ طبعا شركة ميزاب الفندقية شركة سكنية بالإضافة إلى لديها خدمات أخرى. شركة ميزاب عندها 18 فندق، أكثر من 5000 سرير، أكثر من 5000 غرفة، أكثر من 20,000 سرير. إحنا نقدر نقدم الخدمات السكنية، نقدم التأشيرات، الفيز الزيارة والعمرة والحج، ونقدم الإعاشة وما إلى ذلك من الراحة السكنية. موفقين إن شاء الله. هل يوجد تعاون بين الشركات العراقية والشركات السعودية؟ أكيد بالطبع، والله هذا لاحظناه سابقا وحاليا، والله لله الحمد. موفق إن شاء الله، وأهلا وسهلا بك في ملتقى العمرة العراقي الثاني، وحياكم الله. وإن شاء الله شفتوا خدمة العراق وشفتوا العين والراس والله. الناس اللي موجودة هنا ما شاء الله الطيبة حفاوة وطيبة. اللهم بارك، اللهم بارك. حياك الله. هاي الشهادة احنا نعتز بها من السعودية جارتنا الشقيقة. أهلا وسهلا بك. ونقول احنا الشعار مالتنا طوبى لمن يخدم معتمرا، فهنيئا لكم هذه الخدمة. هذا شعارنا والله العظيم. والله يوفقكم إن شاء الله، وهي لكم أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. بالفعل. فحياكم الله، وأهلا وسهلا بك. يا مرحبا. يا مرحبا. السلام.